عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير. اكتبوا لي بالتعليقات كيف الاجواء عندكم. ما شاء الله صحينا على زخات من الثلج، يعني احنا ما جانا ثلج، جانا زخات ثلجية، بس الحمد لله يعني ما شاء الله شتاء وخير من رب العالمين. الله يديم الخير على الجميع. فكالعادة محسوبتكم أم ريان، طبعا صاحية من الصبح، يعني ما عارفة أنام، خصوصا لما أشوف هذه الأجواء الشتوية الحلوة ما شاء الله، هيش تنفتح نفسي. فمن الصبح شغلت الصوبة، طبعا كنت عاجنة عجين من البارح، عجينة 10 دقايق بس حجم كبير بالطحين الأسمر. راح أكتب لكم مكوناته تحت صندوق الوصف إن شاء الله. إذا فرنش عادي زي الفرن اللي عندي دائما نشف المعجنات وتطلع يابسة، بس حطي شوية مي مغلية بجنب المعجنات بس تدخليهن على الفرن، خليهن تقريبا ربع ساعة وحسب فرنش، وبعدين حمرين. شوفي ما شاء الله قديش المعجنات راح تطلع هشة وطرية وظل طرية معك، وهذه أفضل طريقة للناس اللي فرنهم ما بهن مروحة. المهم اليوم سويت لهم فطاير لحم والصبانخ زي ما انتم شايفين ما شاء الله، وحبيت أسوي لهم حلاوة الجبن. الصراحة زمان ما سويت لهم، فقلت يلا أسويها ومن أنزل لكم طريقته. أنا طريقتي يعني دائما أحب أسوي كمية بسيطة وبنفس الوقت طريقة سهلة وسريعة ما شاء الله وزاكية زي ما انتم شايفين. أول شي راح أحطها 3/4 الكوب من المية، حاولي إن المية تكون ساخنة شوية، وراح أحط عليهن نص كوب من السكر. راح نظل نحرك السكر هذا لحتى يذوب السكر تماما، لازم السكر يذوب طبعا، والمية تسخن شوية، لازم تكون بشوية سخونة. بعدين راح نجيب نص كوب سميد ناعم، نفس السميد اللي نسويه بسبوسة، بس أرجو إنه يكون ناعم، ضروري إنه يكون ناعم عشان تنجح معش الطريقة. وتضيفينه بالتدريج وظلين تحركين بالتدريج، ظلين تحركين، وبعدين بس تخلصين طبعا النار على الوسط وتظلين تحركينه لحتى يثقل زي هيك. مجرد ما ثقل راح نوطي الغاز على الأخير، ضروري جدا، ونظل نحركه زي هيك شوية لحتى يبلش يجمد. بعدين راح نضيف الجبنة، كمية الجبنة 200 غرام من جبنة الموزاريلا، وهي أفضل الأنواع لحلاوة الجبن. طبعا إذا عندك هذول البوكيتات اللي يجين بالسوبر ماركت، كل بوكيت 200 غرام يكون أسهل وأحسن. بس حطيه حتى يروح إنه ثلج لأنه حين يكون مفرز، وطلعيه وضيفي بالتدريج زي هيك، وظلي حركي لحتى السميد هذا يشرب كل الجبنة هذه ويذوب. طبعا هي راح تاخذ وقت معك، بس انه انتي وطي الغاز على الاخير وعلى مهلك. انا هنا سرعت الفيديو شوي بس خذ معي وقت. شوفي التقليب، تظلين تقلبينه على كل هالجهات لحتى يختفي منظر الجبن هذا، اللون ابيض يختفي وتصير كل لون واحد وملمس واحد، وتبطل تلزق يعني تصير معك مطاطية. شوفي ما شاء الله كيف هيش صارت، يعني صارت مطاطية وبطلت تلزق معنا بالقلاية نهائيا. وآخر مرحلة راح أضيف معلقتين كبار من ماء الزهر، ضروري جدا، أو ماء الورد. طبعا إذا ما تحبينه ممكن تحطين فانيلا سائلة، بس هي الطريقة الأصلية ماء الزهر. بعدين نفس الشي على نار واطية جدا، راح أظل حركة لحتى تشرب ماء الزهر كامل، وترجع ثاني مرة مطاطية وتبطل تلزق بالقلاية. فتاخذ بعد شوية وقت لحتى انت تشوفينها صارت متماسكة. شو ما شاء الله كيف صارت تمط معنا زي هيك، يعني بهذه الطريقة لحد ما تعطينا نتيجة زي هيك، زي العجينة المطاطية. هي الصراحة تشبه عجينة السكر هيك، أنا أحسها ما أدري. شوفوا ما شاء الله كيف، أو الجبنة لما تسوينا هيك. خلصنا، راح نطفي الغاز طبعا بعد ما نحصل على هذه النتيجة، وراح نجيب أحسن شي كيس التفريز. أنا كان عندي مفرش سيليكون حطيته زي ما انتم شايفين، وكيس تفريز عشان أفرده أحسن، لأنه بالإيد صعب تغلبش كثير. فبعدين راح نحطها شوية قطر، شوفي، ونمسحه. ليش؟ مشان ما تغلبنا بسرعة تنفرد معنا، لأنه هي ضروري إنش تفردينها وهي ساخنة، لا تخلينا تبرد. إذا بردت قسيت خلص ما تقدرين تفردين وراح تغلبش كثير. فهان مباشرة نحط شوية قطر عليها ونحط كيس التفريز، شوفي، ونفرد زي هيك، أو طبعا بالشوبك حسب الطريقة اللي تريحك. وقد ما قدرتي افرديه، لأنه ما شاء الله الكمية هذه يعني تسوي عندنا تفرد، يعني حجمه يطلع كبير. فحاولي إنش تفردينها بسرعة قبل ما تبرد، حاولي إنش تفردينها بهذه الطريقة، شوفي، وبإيدينك لحتى تحصلين العجينة تكون رقيقة، شوفي زي هيك. بالنسبة لطريقة الحشي طبعا كل واحد حسب ما يحب. أنا أحب أقطع مربعات، هذه الطريقة أحس أنها تاخذ كمية حشوة كبيرة، تقدرين تسوينا رولات طبعا إذا تحبين يعني، أو حسب مودش. والقشطة
حسب القشطة الموجودة عندك، هي الأفضل تكون قشطة بلدية، بس عادي تقدرين تسوين أي قشطة موجودة عندك تحشينها زي هيك، وبعدين تحطين. شوف ما شاء الله كيف طلعت زي مستطيلات أنا سويتها أو مربعات كبيرة. وبعدين راح يكون عندك فستق حلبي بجنب الشرايح أو عادي مطحون، وهيك نحطه على الجنبين نزينه، أو جوز مثلا أو لوز حسب يعني أنت ما تحبين. بالنسبة للقطر، كوب من القطر مع 3/4 الكوب من السكر، غليتن على الغاز لحتى غلن مع عصرة ليمون، لأنه قطرة يكون كمية بسيطة كثيرة. حكتب لكم إياه بعد بصندوق الوصف، لازم يكون ثقيل. وزينته هان بالورد ما شاء الله زي ما انتم شايفين، وهذه النتيجة. جربوه واكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم، حبيتوه ولا لا. يعطيكم ألف عافية يا رب.